أنا مش هبالغ وأقول لكم دي أحلى وأظبط طريقة لبسكوت النشادر. طريقتي المعتمدة من سنين عمري ما بغيرها. النهاردة هنعمله مع بعض بالمكنة وهطلع معاكم بسكوتة مقرمشة وهشة وكمان بتدوب دوبان في كوباية الشاي كده وبأقل كمية من المواد الدهنية. أول حاجة أنا هجيب 250 جرام من السمنة. أنا استخدمت هنا سمنة بلدي، ممكن تستخدموا أي نوع سمنة انتوا بتفضلوه، وعيرتها بالمج الشاي العادي. طلعت معانا كوباية ومعلقة كبيرة هرمية. هضيف عليهم كوباية وربع سكر بودرة ونضربهم كويس خالص لغاية ما القوام يفتح معايا ويبقى كريمي وهش، وده اللي بيخلي معانا البسكوتة تطلع ناعمة ودايبة كده. هكون محضرة 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. كل المواد تبقى بدرجة حرارة المطبخ علشان الخليط معايا يبقى كريمي كده وما يفصلش. هننزل بالبيض بالتدريج بيضة بيضة مع شوية فانيليا كده لغاية ما السكر ينعم معانا والقوام كله ينعم ويبقى كريمي. خلصنا كل كمية البيض. هكون محضرة كيلو الا ربع دقيق، ده متعدد الاستخدامات. انا بستخدم دقيق الضحى، ممكن تستخدمه زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات دقيق الكحك والبسكوت. هكون نخلاه كويس، ده بيخلي البسكوتة هشة. وهضيف عليه باكو بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة نشادر، ودي بتتجاب من محل مستلزمات الحلويات. اول ما ابتدي اضيف المواد الجافة معجنش خالص، يا دوبك الم كده علشان العجينة ما تعملش عرق معانا والبسكوتة تنشف وتحجر. تلم معانا العجينة نوقف على طول، ما فيهاش مطة ولا اي حاجة. زي ما احنا شايفين هنا انا بعمل اختبار للعجينة بتقطع معانا، ده دليل على نجاح العجينة. هبتدي اشكلها بمكنة البسكوت. هتدخل على فرن ساخن على درجة حرارة 170، بياخد حوالي ربع ساعة. ما نعليش النار عليه علشان البسكوتة تتحمر من تحت ومن فوق وتاخد اللون الذهبي الحلو اللي احنا شايفينه. زي ما احنا شايفين البسكوتة ناعمة ودايبة وبتتكسر بكل سهولة. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. طريقتي دي ما بغيرهاش بقالي سنين، جربوها هتعجبكم قوي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. محتاجة منكم تفاعل بقى علشان شغل العيد بيحتاج شغل كتير كده، تفاعلات كتير ولايكات كتير. اشوفكم في وصفة جديدة من وصفات العيد. باي باي.